كيف دخلت لمذهب الشيعي؟ هذا قصة طويلة. آه، يعني أنا شيعة الآن، أنا شيعة من سنة ونص. كنت سني، كنت داعي في فرنسا والأستاذ للقرآن. أنا حافظ القرآن. والأستاذ للأداب والأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آه، سافرت لمصر. شفت كثير الكتب، كثير الكتب، قراء الكتب. وشفت الأحاديث القوي للإمام الحسن عليه السلام. دخلت في فرنسا بعد الشهر، والسؤال الأستاذ للإمام الحسن عليه السلام، والأستاذ قال الإمام الحسن تزوج والطلاق فقط. لا أفهم هذا. لماذا؟ أنا قراءة في الكتب السنية، كل سنية، الإمام الحسن عليه السلام كما النبي صلى الله عليه وآله لأخلاقه وصفاته ورأسه. ويوم بعد يوم أنا السؤال للأستاذ والشيخ والدكتور والآخرون لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والجواب للشيخ والأستاذ والآخرون مقلق. لماذا أنت تقول أهل البيت أهل البيت أهل البيت؟ هل أنت الشيعة؟ هل أنت الشيعي؟ نحن نتبع أبو بكر وعمر. أنا لا أفهم، لا أسمع شيء لمذهب الشيعة والشيعي. لا أفهم. أنا السؤال أهل البيت والسبني وتكفيري أيضا. نعم، لا أفهم. قرأت أن وقف العرم وقرأت الكتاب بالفلوس. جبت من مصر والسعودية والعراق والكويت والبحرين والبلاد الآخر، أيضا الأمريكي والإنجليزي والبلجيكي، من كل العالم الكتب كلهم سني للتاريخ الإسلام، للتاريخ، تاريخ الطبري، تاريخ اليعقوبي، تاريخ بغداد، الكامل في التاريخ لابن عثير، كلهم سبحان الله كلهم. خلص العمل، خلص أنا طبيب في المستشفى، خلص العمل بالسنة، ويقرأ كل يوم، يقرأ كل يوم. وشفت الحقيقة الأولى كما قلت النبي صلى الله عليه وآله: إني طريق فيكم الثقلين، القرآن وعذرة أهل البيت. أين لمذهب السني اتباع لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أين الذكر بعد الصلاة؟ ذكر الزهراء فقط، ليس شيء. سؤال لله، يا لله شوفني، عاودني. وسمعت أهل البيت شيعة، شيعي أهل البيت شيعة. ودخلت والحمد لله. سمح لي اللغة العربية ضعيفة، لكن قصتي طويلة. إن شاء الله بعد سنتين أنا أتكلم اللغة العربية جيدا إن شاء الله. وهنا أقول again. الحمد لله. من سنتين ونصف أنا مدرس التاريخ الإسلام الحقيقية للشخص الفرنسي والبلجيكي. بفضل الله تعالى 522 الشخص ادخل لمذهب الشيعة، الحمد لله، شيعة 12. أنا شيعة أمير المؤمنين، أنا خادمهم. أسألكم الدعاء إن شاء الله
لكن أنا أقول بالعزة 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 الحمد لله بالإيمان أنا أتبع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنا لعن أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.